ازاي تقدر تشتغل على كالي لينكس من اي مكان، وتقدر تجرب كل التولز اللي عليه وتجرب كل اللي انت بتتعلمه حتى لو مش معاك جهاز كمبيوتر او لابتوب في الوقت الحالي. يعني اصرارك انك تتعلم وتدخل مجال السايبر سيكيورتي مش هيقف على وجود كمبيوتر او لا. وطبعا احنا دلوقتي شفنا الاسعار وصلت لايه، فاحنا في الفيديو ده هنعرف ازاي نسطب الكالي لينكس على الموبايل بدون عمل روت للموبايل وبخطوات بسيطه جدا. وبرضه هنحل كل المشاكل اللي كانت بتظهر قبل كده وانت بتحاول تسطب الكالي لينكس على موبايلك، وهعرفك ايه سبب المشاكل دي. والناس اللي كانت بتسال كتير ان الواي فاي مش شغال على الكالي هنعرف برضه حلها ايه، وازاي تقدر تدخل على النت هانتر وتشتغل على الكالي لينكس وكل التولز اللي عليه عن طريق التيرمينال، وتبتدي تكتب الاوامر بتاعتك وتتعامل زي المحترفين بالظبط. وبرضه هنعرف ازاي نقدر نشغل الكالي لينكس بصورته الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها، مش مجرد هنشتغل على التيرمينال. وبرضه هقول لك مميزات انك تكون شغال من على الموبايل، وهو ان الموبايل هيبقى معاك في اي مكان، وتقدر حتى لو قرب يفصل شحن انك توصل له باور بانك. ثانيا ممكن توصل للموبايل ده ماوس وكيبورد وايرلس وتشتغل عادي جدا. حتى ممكن توصل الموبايل على شاشه كبيره وتتعامل وتجرب كل اللي انت عايزه على شاشه كبيره وتتعامل افضل جدا من الموبايل. فبصراحه انك تشتغل من الموبايل له كميه مميزات كتيره جدا، لكن طبعا الافضل والاساس انك تشتغل من على كمبيوتر. لكن في الوقت الحالي لو مش معاك كمبيوتر او لابتوب تقدر تشتغل من على الموبايل عادي جدا، بس طبعا مش هيكون بنفس الامكانيات ونفس الكواليتي انك تشتغل من على كمبيوتر او لابتوب. لكن في الوقت الحالي تمام. ويلا بينا نبدا العمل. اولا عايزين نعمل داونلود لابلكيشن التيرموكس، لكن المفاجاه بقى ان احنا مش هنعمل له داونلود من على جوجل بلاي، وده لعده اسباب. تعالى كده على جوجل واكتب تيرموكس جيت هاب، واول اختيار هننزل تحت كده هنلاقي انستليشن، اضغط عليها هنلاقي بيقول لنا ان احنا لازم نحدث للاصدار ده او الاعلى منه في اقرب وقت ممكن. وتحت كده بيذكرنا الناس اللي عملت داونلود للتيرموكس من على البلاي ستور او جوجل بلاي ان النسخه دي مهمله وما بقاش يتعمل لها سبورت اصلا. يعني لو فيها اي باجز او لو فيها اي مشاكل فما فيش حد يحلها، فبتفضل المشاكل دي موجوده في الابلكيشن. طيب دلوقتي ايه العمل؟ هنرجع تاني لجوجل لما كنا بنبحث عن تيرموكس جيت هاب، وهنختار الاختيار ده ريليز تيرموكس اب، وبعدين من هنا كده في الاسيتس هنختار الاصدار ده، ضغط عليه هيبتدي يعمل داونلود. هنستنى على ما يخلص. بعد ما يخلص هنضغط اوبن وبعدين انستول. بعد ما يخلص تسطيب هنضغط اوبن علشان يفتح معانا ابلكيشن التيرموكس بالشكل ده. اول خطوه هنعملها قبل ما نبتدي نسطب اي حاجه هو احنا هنعمل ابديت وابجريد، هنعمل تحديث بمعنى اصح. فهنكتب ابت ابديت وانتر. بعد ما نخلص هنعمل ابت ابجريد وانتر، ويس واي انتر. وبعدين هيسألك عن اكتر من ملف، بيقولك في نسخة من الملف ده من الفايل ده موجودة على السيستم، ممكن تكون انت اللي عملت لها كرييت او مكتوبة سكريبت عن طريق السيستم، وفي نسخة بيقدمها لك الباكج مينتينر. فانا هقول له يس واي علشان اختار الباكج مينتينر، والحوار ده هيقابلك اكتر من مرة، فهنضغط برضو يس اللي هي واي. وبس كده تمام، عملنا ابديت وابجريد. تعالى كده ونكتب ابت ابديت تاني علشان لو في اي ريفرنسز ما تعملهاش ابديت. تمام. وبعدين هنسطب الدبليو جيت واللي محتاجينها علشان نجيب الفايل اللي هنشتغل عليه علشان نسطب النت هانتر زي ما هنشوف دلوقتي. فهنكتب apt install wget وانتر ويس وتمام اتسطبت. الخطوه اللي بعد كده بقى هنجيب الملف اللي اسمه install net hunter termux، فهنكتب wget مسافه داش او كابيتال مسافه install داش net hunter داش termux مسافه، وهنكتب اللينك ده https://offs.ec/2m_CE_Z_W_R، ولازم تكتب اللينك زي ما انا كتبته كده بالظبط بحروفه الكابيتال وانتر. نزلنا الملف اللي اسمه install net hunter termux والدنيا تمام لحد دلوقتي. تعال بقى نخليه قابل اننا نشغله علشان نبدا التسطيب. فهنكتب chmod+x install net hunter termux وانتر. تمام لحد كده. تعالى بقى نشغله ونبدا التسطيب. فهنكتب -install net hunter termux وانتر. هيبتدي يشيك على كام حاجه كده، وطبعا هياخد فتره علشان يحمل ويسطب نسخه الكالي نت هانتر ايمج، واللي هي زي ما احنا شايفين حوالي 1.8 جيجا بايت، فلازم يكون معاك اتصال بالانترنت قوي شويه. وبعد ما يخلص هيقول لي لا عايز تعمل ديليت للروت اف اس فايل اللي عملنا له داونلود، فهنقول له نو
وانتر. هيبدا يكونفيجر او يسطب النت هانتر على التيرموكس، وتحتيها رساله كده بيقول لي ان دي نسخه مصغره من الكالي لينكس. وبعدين هيجيب لنا الشاشه دي واللي فيها بيقول لنا ان الكالي نت هانتر تم تسطيبه بنجاح، وجايب لنا الاوبشنز اللي نقدر نستخدمها. يعني لو عايزين نشغل النت هانتر كشاشه تيرمينال، يعني هتتعامل مع الكالي لينكس عادي بس عن طريق الشاشه السوداء او شاشه الاوامر التيرمينال ويندو، وتشتغل على كل الادوات اللي في الكالي لينكس عادي جدا. وده طبعا اللي الهاكرز المحترفين بيعملوه، بيتعاملوا دايما عن طريق الشاشه السوداء او التيرمينال ويندو. وتحتيها في 3 اوبشنز للنت هانتر تيرموكس واللي هنشوفهم كمان شويه. والاخير اختصار لكتابه نت هانتر، يعني ممكن نكتب نت هانتر علشان ندخل على الكالي لينكس تيرمينال زي ما احنا كنا لسه بنشرح، او ممكن نكتب بس NH وانتر. ودلوقتي احنا على التيرمينال الخاصه بالكالي لينكس، ممكن نكتب وليكن fconfig علشان نشوف الاي بي بتاع موبايلي وشويه حاجات تانية عن الشبكه. يعني عن طريق الاي بي والنت ماسك ممكن اعمل سكان باستخدام الانماب تول على الشبكه كلها، زي ما عملنا الكلام ده في فيديوهات اختراق الواي فاي، ممكن تروح تشوفها. المهم هنا انا هعمل سكان على الراوتر بتاعي، فهكتب nmap 192.168.1.1 وانتر. تمام، بالفعل الانماب تول موجوده ومتسطبه ونقدر نشتغل عليها عادي جدا. طيب تعالى نشوف كمان تول وليكن جون ذا ريبر، فهنكتب كده جون مسافه داش داش هيلب وانتر، وهي كمان موجوده وجاب لي كل الاوبشنز الخاصه بيها زي ما شفنا في فيديو فك الباسوردات قبل كده. لحد هنا احنا تمام جدا. احنا دلوقتي شغالين على الكالي لينكس تيرمينال ونقدر نشتغل على اي تول جوه الكالي لينكس. لكن تعالى لو انا عايز اشتغل على الجرافيكال يوزر انترفيس بتاعه الكالي لينكس، مش عايز انا اشتغل طول الوقت على التيرمينال والشاشه السوداء واكتب اوامر، عايز اشتغل على الكالي لينكس بشكلها الطبيعي اللي احنا كلنا عارفينه. سهله جدا. هنيجي كده ونخرج بره الكالي تيرمينال، فهنكتب exit وانتر، وبعدين نعمل باسورد للكيكس، فهنكتب نت هانتر كيكس باسورد وانتر، وهنكتب الباسورد وخليه سهل وليكن من 1 ل 8، وهنأكده تاني من 1 ل 8، وبعدين نو، وبعدين هنكتب نت هانتر كيكس وانتر. سيب السيشن دي كده مفتوحه وتعالى نروح على البراوزر بتاعنا ونكتب store.nethunter.com ونعمل داونلود للستور اب، وبعد ما تخلص اضغط اوبن واختار الباكج انستولر. خلص التسطيب هنضغط اوبن. تعالى بقى نسطب النت هانتر كيكس، ممكن نجيبه من هنا كده تحت كده، وممكن من السيرش هنكتب نت هانتر كيكس ونعمل له داونلود. استنى على ما يخلص. بعد كده هنضغط انستول والسيتنجز او الاعدادات، وهنعمل انيبل للنت هانتر ستور، وبعد كده انستول للنت هانتر كيكس. وتعالى نشغل النت هانتر كيكس من بره لان كل مره هتيجي تشغله من هنا. ضغط عليه وهنعمل allow. هنا هنكتب الباسورد اللي احنا عملناه او اللي احنا كريتناه واللي هو من 1 ل 8، وهنا كده هنغير البورت وهنخليه 5901 5901. كده يعتبر احنا خلصنا اخر خطوه خالص، وهي ان احنا هنضغط على كونكت. وبص كده احنا دلوقتي على الكالي لينكس اللي احنا متعودين عليها بكل الادوات متسطبه وجاهزه ان احنا نشتغل ونتعلم مجال السايبر سيكيورتي في اي وقت وفي اي مكان، ومش لازم جهاز كمبيوتر زي ما قلنا في الوقت الحالي، مش هنقف عليه. وكمان زي ما قلنا من مميزات الموبايل انك تقدر توصله على شاشه كبيره، ممكن توصل له ماوس وكيبورد وايرلس، ممكن توصل له باور سبلاي، فمميزات كتيره جدا وهتشتغل طبعا في اي وقت وفي اي مكان. فالموضوع سهل جدا ومالكش حجه، ابدا اتعلم يلا معايا دلوقتي. واخيرا وليس اخيرا، لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات. لو في اي حاجه وقفت معاك لازم تكتبها في الكومنتات وانا هرد عليك واشوف المشكله بتاعتك ايه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من تريكات الهاكرز. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.